أهلا بكم مرة تانية في حلقة جديدة. النهاردة هرد عن سؤال سألته أكتر من مرة في القناة، وهو يعني إيه إن الصندوق يوصل للحد الأقصى؟ طبعا بالتحديد الصندوق الرابع، لأن في ناس كتيرة جدا معظم الناس بتشتري في الصندوق الرابع، فهنرد على السؤال ده إن شاء الله في خلال الحلقة. يلا بينا نبدأ الحلقة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. جات لي أسئلة كتير الفترة اللي فاتت عن إن هو مع الرغم إن في بعض الناس خاصة اللي بيشتروا صناديق الاستثمار عن طريق التطبيق بتاع الأهلي موبايل، إن هو بيخش في الميعاد مظبوط، اللي هو الميعاد قبل الساعة 11 قبل الساعة 12، بيحاول يشتري الصندوق الرابع أو أي صندوق يوصل بيطلع له رسالة، مع الرغم إن هو متابع كل الخطوات كلها مظبوط ومفيش أي غلطة عنده، يطلع رسالة يقول لك مش هينفع إن إحنا نشتري بالصندوق لأن الصندوق وصل للحد الأقصى. فطبعا في ناس كتيرة جدا سألوني يعني إيه الحد الأقصى. في ناس كمان بتخش عن طريق الفرع، يجي يقول لك والله أنا هاخد منك الطلب بس مش هنفذه دلوقتي إلا لما الصندوق يفتح. فطبعا برضه نفس القصة، الناس سألوني يعني إيه الصندوق يفتح. لازم نفهم إن الصناديق ديّة عبارة عن وحدات معيّنة، يعني مثلًا كل صندوق له حد أقصى في الوحدات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلًا الصندوق الرابع فيه مثلًا زي محل كده، فيه مثلًا على سبيل المثال 400 وحدة من مقسّم مثلًا محل متقسّم مثلًا ل400 مكان، أو سوبر ماركت كبير متقسّم مثلًا ل400 محل أو مول كبير، ماشي؟ لما ال 400 محل دول بيتباعوا، لازم محل من المحلات دي تفضى عشان حد تاني يخش يشتري المحل ده. هي نفس فكرة الصناديق بالظبط. الصناديق دي عبارة عن وحدات. الوحدات ديت بيبقى مثلا كل صندوق مثلا سعته مثلا وليكن الحد الأقصى ليه مثلا 500 وحدة أو 400 وحدة أو 1000 وحدة أو 100,000 وحدة، تمام؟ أو ما يعادل مثلا مثلا بالفلوس مثلا أو بالكاش مثلا مليون مثلا أو مليار جنيه مثلا. فلو وصل حد الاكتتاب او حد اشترى في الصندوق ده مثلا لمليار جنيه، او ليه مثلا ال 500 واحده كلهم اتباعوا، لازم نستنى لما حد يرجع من الصناديق دول مثلا على سبيل المثال 100 وحده او 200، عشان يرجع تاني شخص تاني يشتري ايه الوحدات دي. فلما الوحدات كلها بتتباع في الصندوق بيطلع الرساله ان هو وصل للحد الاقصى للصندوق، ومعناها ان احنا لازم نستنى لما حد من الحامل اللي هو ايه الوحدات الصناديق يسترد أو يبيع الصناديق بتاعته أو يستردها في الصندوق مرة تانية ويسترد فلوسه، عشان خاطر إن هو يقدر يفتح مجال لحد تاني إن هو يشتري فيه الصندوق الرابع أو أي صندوق تاني. ده معنى كلمة الصندوق وصل للحد الأقصى. تمام، يعني هو الصندوق مش مفتوح إن هو يا دوبك أنا أحط فلوس وخلاص، يعني إن أنا أشتري أي وحدات وخلاص، لا، هو له عدد معين لما بيوصل له بيقفل الإيه حد الاكتتاب اللي هو الشراء بتاعه لغاية لما يرجع تاني يبيع، فيفتح تاني فيبدأ الناس تشتري إيه تاني. ده معنى كلمة إن الصندوق وصل للحد الأقصى. وطبعًا معظم الناس اللي بتاخد طلبات في الفروع، هو طبعًا على فكرة الشرا عن طريق الأبليكيشن أو عن طريق التطبيق الخاص بأهل موبايل بيبقى أفضل كتير جدًا كمان من الشرا من الفرع، لأن ممكن في لحظة واحد وهو قاعد بيرجّع حاجة على التطبيق، تكون أنت مثلًا في وقت مثلًا إيه، يكون في شخص تاني جوّه الفرع بيشتري، اتفتح مثلًا إيه لشخص آخر يعني. فطبعًا التطبيق بيبقى أسرع في الشرا من الفرع. الفرع ممكن بتاخد الطلب بياخد دايرة شوية لغاية لمّا الطلب بيتنفذ. أمّا بالنسبة التطبيق بتخش عن طريق التطبيق بتختار الوحدات اللي أنت عايزها، وبتختار بشكل سريع، وبتعمل عملية تنفيذ في ثانية، بتكون اللي هو إيه الطلب بتاعك اشترى أو تم التنفيذ بتاعك في لحظة. ده معنى كلمة الحد الأقصى. أتمنى إن أنا أكون رديت على السؤال ده، لأن في ناس كتيرة جدًا سألتني فيه، وطبعًا ما كانش في مجال إن أنا أرد عليه إلا طبعًا إن في عدد كبير جدًا سألني في الموضوع ده. أتمنى يكون الحلقة فادتكم، وإن شاء الله أقابلكم في حلقة جديدة، ومع السلامة.